كان نبي الله أيوب عليه السلام رجلا واسع الثراء، أنعم الله عليه بنعم كثيرة، وكان يحسن الشكر على النعمة، وتعينه على ذلك زوجته الصالحة رحمة. سامر، خذ مني يا بني. لا داعي، الكل أمامه طعام وفير بفضل الله. زيادة الخير أفضل. اسمع يا بني، حاول أن تتأكد أن أباك ينال شيئا من الطعام. تعرفينه أكثر مني يا أمي، لا يأكل حتى يتأكد من إطعام الضيوف أولا. تفضل. السلام عليك يا بني. وعليك السلام يا عماه، هل من خدمة أؤديها لك؟ إنني جائع، وسمعت أن بهذه المدينة نبيا يقدم الطعام لمن يطلبه. هذا صحيح، ولكننا للأسف فرغنا الآن من الوليمة. شرفنا في الغد إن شاء الله. شكرا لك على كل حال. انتظر يا سيدي أرجوك، إن ولدي لم يقصد أبدا. اذهب يا سامر واسبح أكبر كبش لدينا، وأعد الوليمة في الحال لضيفنا الكريم. لا داعي للتعب، يمكنني أن أنتظر حتى الغد. سمعك نبي الله أيوب وبكى قائلا: أأبيت شبعان وفي بيتي ضيف جائع، ثم أمرني أن أستبقيك. يملك المال والحقول، ثم ينشغل بغريب طاعن في السن مثلي. الملك لله وحده يا سيدي، ما نحن إلا عبيد وإماء. تفضل معي، فنبي الله أيوب يصر على أن يخدمك بنفسه. لماذا لم تحضر يوم أمس وليمة نبي الله أيوب يا حالك؟ كنت مشغولا في التجارة طوال اليوم. أنصحك ألا تضيع منك وليمة اليوم، فالطيبات هناك كثيرة. لا أفهم، لماذا ينفق أيوب كل ثروته على إطعام الناس وكسوتهم وعلاجهم؟ إنه يتقرب إلى ربه يا رجل. هل تظن ذلك يا سيدي؟ بالطبع، وإلا فلماذا يضيع ماله؟ من أنت أيها السيد؟ أنا تاجر من بلاد العجم. لم تقل لنا رأيك في النبي أيوب. لا داعي، أفضل أن أحتفظ به لنفسي. لقد شوقتنا أكثر لمعرفة رأيك. أرى أن أيوب يتظاهر بطاعة الله وليس مخلصا في عبادته. هذا أغرب رأي سمعته. كيف؟ اشرح لنا أكثر. إن الرجل الغني لا يضيره أن ينفق ماله ليشتري به مديح الناس. لو كان أيوب فقيرا لعرفتم معدنه الحقيقي. وقضت مشيئة الله تعالى أن يمتحن نبيه أيوب امتحان الصبر، وبدأ السؤال الأول في ذلك، وكان الامتحان الأول امتحان الحقل. حقول أيوب تحترق، حقول أيوب تحترق. أيها الناس أعينونا بالماء. سلم يا رب. الفتاة، هيا بنا نساعدهم. هل نلقي بأنفسنا وسط النار؟ معك حق، إن أيوب نفسه ترك أرضه تحترق ولم يخرج من صلاته ليحاول إنقاذ ماله. يا لها من كارثة، ضاعت ثروة أيوب بأكملها. الآن نستطيع أن نحكم على حقيقة تدينه. ستثبت الأيام لكم أنني على حق. احذر يا سيد أن تلمسك النار. لا تخف علي من النار، بل أخاف على أيوب صاحب الأرض المحترقة. ما كان ينبغي أن تخاطر بحياتك يا ولدي على هذا.